بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. هنعمل النهارده مع بعض الكوكيز بدقيق الشوفان. معايا هنا كوبايتين من دقيق الشوفان. هو كان عندي شوفان سليم، بس انا طحنته في الكبة. ومعايا هنا معلقة من الكاكاو البودرة، ونص معلقة قرفة، ومعلقة من نسكافيه، ومعلقة من بيكنج باودر نص معلقة، وذرة ملح، ومعايا فانيليا وبيضة، وربع كوباية من الزيت الذرة، ومعلقتين من العسل الأبيض، وشوية من شوكولاتة الشيبس. حطيت كده كل المواد الجافة مع بعض في بولة كده، نزلت بالبيضة، وهنزل بالفانيليا. طريقته بسيطة جدا وطعمه حلو جدا جدا. وهنزل كمان برشة كده صغيرة من الخل طبعا، عشان الزفارة ومادة رافعة كمان. هنضرب بقى كويس جدا البيضة كده، وهننزل بشوية من الخل زي ما قلت لكم، وهنضرب كويس جدا. وبعد كده ننزل بالزيت. عايزة تحطي بقى زيت جوز الهند حطي، زيت نباتي، سمنة، اللي انت عايزاه. انا حاطة هنا زيت ذرة. وهنزل كده بمعلقتين، هما المفروض معلقتين كبار، انا نزلت بمعلقتين صغيرين، بس كان طالع حلو جدا ومظبوط. علشان كمان لما تاكلي منه كده ما يعلكيش السكر في الدم. فبيبقى كده سكره مظبوط جدا، وكمان الشوكولاتة بتديله كده تسكيرة بسيطة جدا. هنضربه كله كده بالمضرب كويس جدا، وبعد كده هننزل بالدقيق. طريقته سهلة جدا وبسيطة، وحاجة حلوة كده تفطري بيها الصبح اهو. وهنزل كده بشوية من الشوكولاتة الشيبس. لو موجود عندك دارك حطي دارك، شوكولاتة شيبس دارك موجودة، بس انا كانت دي اللي موجودة عندي. هبدأ كده بقى اعجنها. ولو احتاجت معاكي كده مواد سايلة، حطي بقى ايه معلقتين لبن. انا هنا استخدمت 4 معالق من اللبن. فهقلب بقى كده، وهبدأ احط كده معلقتين بمعلقتين. دي اول كده معلقة اهو. وهشوف كده قوامها، هي لازم تكون بتلزق عشان بندخلها كده التلاجة، وبعد كده نبدأ نشتغل فيها. زي ما قلت لكم طريقته سهلة جدا وطعمه جميل، هيعجبكم جدا جدا. نزلت كده بالمعلقتين التانيين، وهبدأ كده اقلب. هي كده بقت عجينة مظبوطة. هقلب بقى كله كده لحد ما كله يشرب من بعضه كده. وبعد كده هسيبها في التلاجة تجمد شوية، وبعد كده هشكلها اهو. ما شاء الله كده بقت مظبوطة جدا. بس كده مفيش اي حاجة. بصوا هي كده بتلزق. هندخلها التلاجة كده 10 دقايق ربع ساعة، وبعد كده نبدأ نشتغل فيها على طول. كده بعد ما دخلتها التلاجة ما شاء الله اتمسكت، بقت حلوة. هنا معايا صينية كده، رشتها شوية من الزيت خفيف كده. وهبدأ كده اخد قطعة بقطعة، وهكورها وارصها في الصينية اهو. زي ما انتوا شايفين كده الحجم بقى اللي انت عايزاه، عايزة تكبريها عايزة تصغريها براحتك جدا. انا الكمية دي بصراحة كنت ناوية اعملها في الاير فراير، بس تاهت عن بالي خالص. بعد ما رصيتها كده في الصينية افتكرت، فسبت حتة عجينة كده صغيرة، قلت اجربها في القلاية وهشوف النتيجة. فبعد كده ما كورتها كلها، ابدأ كده افردها كده فردة بسيطة كده، وهسيب يعني مسافات ما بينهم عشان لما تزيد اهو. هضغط بقى كده علشان تتفرد شوية. وبعد كده هدخلهم على فرن سخن في الرف الوسطاني لدرجة حرارة 200 لحد ما ياخدوا لون من تحت، من تحت بس كده اهو. كملت كده الصينية، ودول من كوبايتين دقيق ما شاء الله طالعين يعني شوية حلوين. هدخلهم كده الفرن، و زي ما انتوا شايفين كده طلعوا ما شاء الله حلوين جدا اهو.
متحمرة كده وطعمها جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. ودي بقى اللي كانت في الاير فراير اهي، كانوا اتنين كده كبار، كانت اخر حتة عجينة يعني. ودي طعمها جميل جدا ومستوية كده وريحتها حلوة جدا، القرفة كمان عاملة ريحة حلوة جدا. هنا بقى زي ما قلت لكم كده حطيت كده سبت حتة عجينة فردتها كده، بس كبرتها شوية ودخلتها الاير فراير. فبعد كده هعملها في القلاية، مش هعملها في الفرن بصراحة، لان بتاعت الاير فراير طلعت قبل اللي في الفرن، وطالعة جميلة ومتحمرة كده وفي وقت بسيط خالص. اهو ظبطتها كده على كب كيك وطلعت ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. واخدت كده معاها كوباية كده من الكاكاو بلبن كده، واخدت اتنين كده منها، وزي ما انتم شايفين كده شكلها حلو جدا وريحتها وطعمها جميل جدا. جربوا الطريقة هتعجبكم جدا جدا. سلام.